خل التفاح وما أدراك ما خل التفاح. واليوم طبعا نحكي بجانبين اثنين عن خل التفاح. الجانب الأول هو كيف نستخدمه، وما هم الأشخاص ومن هم الأشخاص اللي لازم يمتنعون عن استخدامه. طبعا بعدين نحكي عن الجانب الثاني، نحكي عن فوائد خل التفاح. طبعا أول شيء إذا نريد نتحدث عن كيف نستخدمه، طبعا ناخذ جلاس من خل التفاح، جلاس كبير من المي، ونخلي به ملعقة صغيرة من الشاي بخل التفاح، ونتناولها يفضل يعني بعد الأكل، يعني ما يصير على معدة فارغة، لأن خل التفاح قوي جدا. وأكو طبعا خل التفاح أصلي وخل التفاح غير أصلي، هذا موضوع طويل الصراحة. وإذا لاحظت إنه يصير حرقة بالمعدة ومشاكل بالمعدة وتعاني، فتترك لازم خل التفاح مباشرة. فهاي بالنسبة للجانب الأول. ونضيف إنه بالجانب الأول لازم أشخاص ممنوعين عن استخدام خل التفاح هم أمراض اللي يعانون من القرحة بالمعدة، واللي يعانون من القولون، انتفاخ القولون، واللي يعانون من الحساسية. هذا لازم ما يستخدمون خل التفاح لأن يسبب لهم بعض المشاكل. إذا أردت نتحدث عن فوائد خل التفاح ناخذها باختصار. لكن قبل أن نتحدث عن فوائد التفاح، إذا أعجبكم الفيديو سووا لايك، وتعليقاتكم والاشتراكات مهمة أصدقائي في هذه القناة الجميلة. شكرا. ثم بعد ذلك طبعا نتحدث عن فوائد خل التفاح، وطبعا وراح أوريكم طبعا خل التفاح الأصلي اللي استخدمته قبل لا أكثر من 5 فوائد، لكن راح أعدد 5 فوائد لخل التفاح الأصلي. وهذا هو خل التفاح الأصلي تلاحظون. زين، هذا بالتفاح الأحمر والتفاح الأخضر. تلاحظون هذا خل أصلي 100%. زين، أنا ما راح أعلن عن الشركة المنتجة هذا الخل. زين، خليني أحكي لكم عن فوائد الخاصة بهذا الخل. طبعا أولا علاج الانتفاخ، هو يعالج الانتفاخ اللي يحدث بالبطن ونتيجة الغازات وأمراض القولون وما شابه ذلك، لأنه يحسن الهضم. فبالتالي من يحسن الهضم راح تصير عملية الأكل والشرب ودخول الأكل للأمعاء وعدم وجود الغازات والانتفاخات بالبطن. طبعا تروح بسهولة، تخرج، ويزيد طبعا هو أيضا يزيد من إفرازات إنزيمات اللي تساعد في عملية الهضم. وخل التفاح طبعا صراحة جدا مهم، لكن أنا شرحت لكم كيف نستخدمه، ولازم نستخدمه بالطريقة الصحيحة. زين، الشغلة الثانية طبعا هو مهم جدا وينظم مستويات السكر في الدم. حيل طبعا ينظم مستويات السكر في الدم. يعني هذا خل التفاح هو حيل ينظم مستويات السكر بالدم. زين، وطبعا هو لأنه يعني شنو امتصاصه يأخر امتصاص السكر في الدم، يأخر امتصاص السكر في الدم، فيقلل مستويات السكر، وخاصة يعني إذا تأخذه بعد الأكل. أيضا هو في النقطة الثالثة هو يقلل التوتر، لأنه أنت من يساعدك بالهضم بشكل طبيعي، وينظم لك السكر، وينظم لك بعض الأشياء، وراح نتكلم عن نقطة رابعة بعدين. فهو بالتالي راح يقلل التوتر اللي يحدث للإنسان. زين، إذا تحدثنا أيضا عن شغلة مهمة بالنسبة لخل التفاح، وشغلة طبعا كلش مهمة، اللي هي يزيد من البوتاسيوم والكالسيوم، وأيضا ما يعني يمنع هشاشة العظام. يعني الإنسان اللي ياخذ خل التفاح بانتظام يصير عنده هشاشة العظام. يعني هشاشة العظام تعتبر غير موجودة للشخص اللي يتناول خل التفاح. وأيضا نريد نتحدث عن البوتاسيوم، مهم جدا بالجسم، لأنه يعني يزيل المي الموجود في الأوعية الدموية، وهذا راح يفيد حتى اللي عندهم ضغط بصراحة، كلش راح يفيدهم. فهو أيضا مفيد لأصحاب الضغط بصراحة.
لازم ناخذه بانتظام وضمن شغلات يعني محسوبة يعني مثل ما قلنا إنه ما يكون عند الشخص هذا أمراض يعني مثل أمراض بالمعدة أو قرحة معدة أو ما شابه ذلك، لأنه هذا يسبب له تهيج ومشاكل بالمعدة. إذا نتحدث عن خل التفاح، خاصة خل التفاح طبيعي اللي مو مضاف، وهي طبعا إنه هو امتصاصها بالمعادن جدا ممتاز، يعني هي إضافة شيء، امتصاصها بالمعادن جدا ممتاز، هي من ضمنها البوتاسيوم والكالسيوم ومعادن كثيرة مثل الحديد وغيرها والزنك والزنخ، العفو والزنك، وبالتالي هو كلش مفيد حتى لأصحاب تساقط الشعر وما شابه ذلك. طبعا أنا ما أريد أطول بالفيديو، لكن أتمنى استفادتوا من هذه المعلومات البسيطة. أتمنى تدعمون القناة والاشتراك فيها وإذا عجبكم الفيديو سووا لايك. محبتي، شكرا لكم، مع السلامة.